السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن ثغرة جديدة اسمها الأكسس كنترول. تمام؟ إن شاء الله الفيديوهات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الإكس اس اس، تمام؟ كروس سايت سكريبتنج. والنهارده هنتكلم عن ثغرة جديدة هي الأكسس كنترول. والثغرة دي لو أنت واحد داخل الباك باونتي وعايز فلوس بسرعة وثغرة سهلة، أرشح لك الأكسس كنترول لأن الباونتي بتاعتها عالية. وأقول لك ليه. تعال نفهم بس ايه هو الاكسس كنترول والعباره عن ايه وبيعمل ايه. اولا الاكسس كنترول هو كل فكرته ان هو بيقول لك مين مسموح له يعمل ايه جوه السيستم. يعني ايه؟ يعني مثلا مين يشوف الداتا دي، ومين يعدل، ومين يمسح الحاجه دي، ومين لا. لو السيستم فشل يحدد ده صح ولا لا، هنا يحصل ثغره الاكسس كنترول. تمام؟ طيب تعالى اديك مثال. تخيل مثلا ان انا يوزر عادي اسمه حازم مثلا، تمام؟ عايز يروح يزور الموقع ده. المفروض ان انا لما اجي اقول له سلاش ادمن ان انا اروح ازور الموقع ده يمنعني، يقول لي مثلا نوت فاوند على سبيل المثال، او يقول لي مثلا 403 اللي هو فوربيدنج، او يقول لي مثلا اكسس ديناين او اوثرايزيشن او اي حاجه. المفروض ان هو ما ينفعش ان انا اروح للصفحه دي. برضو حاجه تانية ان انا مثلا ممكن اشوف على سبيل المثال بيانات واحد صاحبي، على سبيل المثال مثلا بيانات احمد. ما ينفعش ان انا اشوف البيانات دي، انا ماليش صلاحيه ان انا اشوف الحاجه دي. او ان انا مثلا يكون زياد ده طالب اوردر، الاوردر ده مثلا انا ما ينفعش ان انا اعدل عليه. تخيل مثلا زياد طالب جهاز بي سي، فقمت انا مثلا تداخل بشويه يعني بافكار مثلا او حاجه معينه، خليت بدل البي سي ده خليته لابتوب مع ان زياد مش هو اللي طلب. فاهم قصدي؟ فهي الفكره كلها ان انا اقدر اعدل. يعني ان انا وصلت للصفحه دي ممنوع، ما ينفعش يقول لي نوت فاوند او 403 او ان انت مالكش صلاحيه عموما. انما ما ينفعش يشوف بيانات مثلا احمد. ما ينفعش اعدل مثلا في اوردر زياد طالبه مثلا اسمه بي سي مثلا، قمت انا معدله وخليته مثلا لابتوب. ما ينفعش اعمل حاجه زي كده. كده السيستم فقد التحكم في صلاحيات الحاجه. تمام؟ فساعتها يحصل بجز. تمام؟ الاكسس كنترول. تمام؟ كنترول. دي الفكره. طيب نرجع للسلايدات تاني. انا عايز اعرف حاجه، او بمعنى صح في ناس كتير لما بتيجي تخش الباك باونتي بيسالوا ليه الثغره دي بسيطه مع ان الباونتي بتاعتها اصلا الريسك بتاعها عالي. جميل قوي. ازاي الثغره دي سهله وتاخد منها باونتي عاليه؟ هقول لك لكذا سبب. اولا انت تقدر توصل لبيانات حساسه، تقدر توصل لفلوس او انك تغير حاجه مثلا منتج معين. تخيل مثلا ان انت مثلا بتشتري حاجه فغيرت سعرها. تمام؟ بدل ما انت كنت بتشتري الحاجه دي مثلا على سبيل المثال ب 100 دولار، تمام؟ قمت انت مغير في سعرها مثلا ل 1 دولار. تمام؟ دي من ضمن برضو حاجات اسمها البيزنس لوجيك باجز. دي نقطه مهمه جدا لازم تركز فيها. تمام؟ مثلا انك توصل اكونتات لناس صحابك، او ان انت يكون معاك ادمن بيرميشنز، صلاحيات الادمن. تمام؟ فدي فكرتها. فعشان تبقى فاهم الاكسس كنترول ليه ثغره بسيطه وفي نفس الوقت الباونتي بتاعتها عاليه. طيب اقوي نفسي ازاي؟ اقوي نفسي ازاي في ثغره الاكسس كنترول؟ هل ان انا اركز على اللابات ولا الرايتكس؟ بص يا صديقي، الاثنين ما ينفعش. الاثنين ما ينفعش يروحوا منك. ليه؟ اول حاجه انت لازم تركز على اللابات. يعني انت لازم تحل لابات كتير جدا على الاكسس كنترول. تحل لابات بورت سويجر بقى، تحل لابات من ناحيه تانية من اي مكان. المهم ان انت تحل لابات على الاكسس كنترول. طب اشمعنى؟ عشان دماغك تفكر في الفلو، عشان دماغك تفكر في الفكره نفسها. انا ممكن اعمل هنا، طب لو انا عملت حاجه زي كده يحصل اكسس كنترول ولا لا، وهكذا. تفهم السيستم بيغلط فين. وبعد كده انت محتاج تقرا رايتبس، ده شيء اساسي. انت محتاج تقرا رايتبس عشان تشوف الافكار او طرق التفكير المختلفه، تفهم سيناريو معين، تعرف الباونتي اصلا بتطلع ازاي. كل الكلام ده. فانت محتاج ان انت تحل لابات. اول حاجه دي شيء مهم جدا. تاني حاجه ان انت تقرا رايتبس عن الاكسس كنترول. دي نقطه. طيب الاكسس كنترول، معلش، هل الاكسس كنترول تحت او تبع اللوجيك باجز يعني؟ اه، ده 100%. ليه؟ لان المشكله مش في السيكوال انجكشن ولا في الاكس اس اس ولا ان يكون في كود ايرور. لا خالص. ده الفكره ان انت لازم تفهم الابلكيشن نفسه ماشي ازاي. ان المشكله في التطبيق نفسه، في الابلكيشن او الويب سايت بشكل عام. يعني على سبيل المثال السيستم مثلا نسي ان هو يعمل تشيك
افترض ان هو اليوزر مش هيعمل كده، فاعتمد بس على الفرونت اند مش اكتر من كده، فده غلط. لازم تعمل تشيك بكل حاجه. دي نقطه. طيب تعالى نحل بقى لابات على فورت سوجر. انا جايب 4 لابات يعني كويس قوي كفايه. دي نقطه مهمه جدا. تعالى نحل على اول لاب ده اللي هو unpredicted admin functionality. this is the lab and unpredicted admin balance. طيب هو بيقول لك ايه اللاب ده؟ فيه صفحه اسمها admin balance متسابه من غير اي حمايه يعني. تمام. بيقول لك ان انت بعد اذنك عايزك تمسح اليوزر اللي اسمه كارلوس. كارلوس ده هنقابله كتير جدا في اللابات اللي جايه. انا مش عارف هم متضايقين منه ولا ايه. اكيد كارلوس ده عامل مشكله في الشركه والله. طيب هو هنا اصلا مش مديني لا يوزر نيم ولا باسورد، فانا بالتالي مش معايا هنا لا يوزر نيم ولا باسورد. دي حاجه. تاني حاجه، احنا يعني طبيعي ان لما بنيجي نعمل تيست على اي ويب سايت، تمام، احنا لازم ان احنا ايه نخش جوه جوه المنتجات دي او جوه الحاجه دي. تمام. نعمل سبايدرنج على الويب سايتس ده. تمام. كمان بنشوف مسارات. المسارات المعروفه اللي معانا مسارات معروفه زي روبرت بالتكست، زي الادمن اللي هو سلاش ادمن مثلا، ودي برضو في نفس الفكره سلاش روبرت بالتكست، زي مثلا سلاش سايت ماب دوت اكس ام ال. فاحنا دول مسارات مشهوره جدا، ولو يعني اكيد انا مش هقعد اخمن واحده واحده، لكن احنا بنستعين بتول اسمها اف بي اف او داير سيرف. دي شيء مهم جدا، لازم تكون عارف الادوات دي بتستخدمها ازاي. تعال نجرب روبرت التكست كده، نحطها جنب اليو ار ال ده. بيقول لي ايه بقى؟ يوزر ايجنت، تمام، علامه الوايت كارد دي. بعد كده بيقول لي ديس الاو معاك حاجه اسمها سلاش ادمنستريتور بانل. طب ما تيجي ناخد السلاش ادمنستريتور بانل دي ونحطها مكان الروبرت التكست ونشوف هتفتح معانا ولا لا. ده بالفعل فتحت معانا. يعني هو دلوقتي اصلا كان اللاب مطلوب مني ان انا امسح اليوزر اللي هو اسمه كارلوس، فظهر عندي وينر وكارلوس. طب انت متخيل ان حاجه زي كده لما تكون موجوده في مسار زي اسمه روبرت التكست؟ يعني حاجه متسربه. فانا بالتالي لما اجي ادوس عليها، ده انا كمان بقى معايا اكسس صلاحيات ان انا اقدر امسح اي اكونت. يعني انا ممكن امسح وينر ده دلوقتي على سبيل المثال، بس عشان اللاب والوقت فسيبك منه. كده احنا حلينا اول لاب. يبقى اول لاب ده كل فكرته ان هو ان انا وصلت لصفحه الادمن دي عن طريق حاجه اسمها ايه؟ روبرت التكست. لقيت مسار تاني اسمه ادمن ادمنستريتور بانل، فتحته لقيته اشتغل معايا وكل الكلام ده. بعد كده قمت مسح ايه؟ الاكونت اللي هو اسمه كارلوس. دي كده تحت الاكسس كنترول. طيب تعال نشوف اللاب التاني. نرجع كده unprotected admin functionality with director. This is the lab. admin panel it's located. ماشي. طيب هو اللاب ده بيقول لك ايه؟ اللاب ده كالعاده بيقول لك فيه يعني في ادمن بالانس برضو مش محمي كويس، بس الفرق بقى ان الصفحه دي مش على اللينك. يعني انت مثلا ما ينفعش تقول له ايه روبرت التكست، ما ينفعش تقول له ادمن، مش موجوده. جميل. دي حاجه. تاني حاجة، بس الموقع نفسه بيبقى يعني مصرف فيه السلاش ادمن دي يعني هنا متسربة سلاش ادمن، حاجة متسربة في ايه؟ في الموقع. فاحنا هنعمل سبايدرنج للموقع بتاعتنا عادي، مفيش ادنى مشكلة. طبعا هو هنا مش مديني لا يوزر نيم ولا باسورد. طيب احنا محتاجين نعمل سبايدرنج للكود. تمام. للويب سايت ده مفيش اي حاجة هنا ولا حتى اليو ار ال فيه اي حاجة. طبعا لو انا قلت له 2 بيقعد يغير لي في المنتجات. طب لو انا مثلا لا مش هيجيب. طب لو انا قلت له سلاش ادمن مثلا، نوت فاوند مش موجوده. طب تعالى نروح نبص على ماي اكونت، نفتح السورس كود ده مثلا، نقعد نحلل في السورس كود ده شويه كده، نشوف هنا لينكات سي اس اس جافا سكريبت مش عارف ايه. var is admin false so if is admin مش عارف ايه. اه اتش ريف ده يعني معنى كده ان في لينك. اللينك ده ممكن انا اخده واحطه مكان اللوجن ده. تمام. ونمسح دي كده هيفتح لي. هنا بقى ايه اللي حصل؟ تعال نرجع خطوه ورا. كل الحكايه ان انا رحت ازور الموقع اللي هو لوجن ده. طبعا انا مش معايا لا يوزر نيم ولا باسورد، فانا قلت له فيو بيج سورس. انا لازم ابص على السورس كود.
ففي سورس كود ده لقيت لينكات اتش ريف والكلام ده، بس اللينكات دي مش مهمه. لما جيت نزلت تحت في الكود بتاع الجافا سكريبت، جيت يعني ابص عليه، لقيت ان في مسار اتش ريف، تمام، وفي مسار. خدت المسار ده وقمت عامل ايه؟ قمت حاطه هنا مكان ايه؟ مكان اللوجن، تمام. وبعد كده قلت اجرب افتحه هشوف هيشتغل معايا ولا لا. فتح لي فعلا صفحه الادمن بلن، فبحيث ان انا ممكن ادوس على كارلوس ديليت كده هلاقي اللاب معايا اتحل. يبقى الحاجه دي متسربه فين؟ متسربه في السورس كود. جميل. فلازم دي باجز برضو تاخد بالك منها، بحيث ان انت لما تلاقي حاجه زي كده ويب سايت مش عارف توصل لمسارات او حاجه معينه، بص على السورس كود. وارد انك تلاقي اصلا سنسيف داتا فيه، دي شيء مهم جدا لازم تركز فيها جدا. نمسح اللاب ده، نمسح ده، ونحل اللاب اللي بعد. تعال نشوف اللاب اللي بعد ده بيتكلم عن ايه. user role controlled by request parameters. This is the lab admin balance. Delete user credential and the corner repeater. اوكي. طيب هو اللاب ده بيقول لك في صفحه برضو ادمن بلان موجوده على السلاش ادمن، هو حتى مديك المسار، تمام. الموقع ده بيحدد الادمن عن طريق حاجه اسمها الكوكي، تمام. يعني بيقول لك انت ما ينفعش تخش السلاش ادمن دي الا لو انت معاك الكوكي بتاعه. طيب الكوكيز يعني. ف كالعاده احنا بنعرف نوصل للكوكيز ونقدر نعدل فيها براحتنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه وان هو عايز منك تمسح ايه؟ كارلوس. وكمان مديك كريدنشال هنا، يوزر نيم يوزر نيم اسمه وينر والباسورد اسمه بيتر. طيب تعال نخش على ماي اكونت، بس احنا هنستعين بال بيرب سويت معانا، اداه البيرب سويت. نعمل كده، نمسح كلير، بوكس شغال، وينر بيتر، ونعمل لوجن. طيب انا دخلت هنا ايه؟ انا دخلت على وينر. وينر. طيب انا لو جيت مثلا شلت ماي اكونت اي دي وينر دي وكتبت ادمن، قال لي ادمن انترفيس only is available if logged administrator. يعني هو انت معكش يعني صلاحيه ان انت تدخل هنا. طيب انا في الحاله دي انا محتاج ابص على الكوستات بتاعه البيرب سويت، لان دي من خلالها اقدر اوصل لمين؟ لادمن. طيب تعال نبص، هو حتى هنا نفس الفكره. بص بقى اللي حصل في الكوكيز، قال لك ادمن فولس والسيشن بتاعتها اهو. يعني انا يعني انا لو قلت له ترو يعدلها ولا ما يعدلهاش؟ تعال ناخد الريكوست ده نبعته للريبيتر، تمام، ونعمل سند للريكوست. قال لك 401 ان اوثرايز. طيب لو انا قلت له مثلا خد ترو، قلت له سند، قال لي 200 اوكي. يعني معنى كده لو انا بصيت على الريندر هلاقي ان هو فتح لي فعلا صفحه ادمن بقى، بس انا برضو مش ماسك الريكوست هنا. يعني انا بالتالي مش هعرف هنا. يعني بس هقول لك على حاجه. انت دلوقتي عايز نعمل انترسبت للريكوست، صح؟ هعمل انترسبت للريكوست، اقول له ادمن، اعمل انترسبت، وقف الريكوست، بعد كده اقول له انتر. هلاقي الريكوست معايا اهو، تمام. اقوم ايه؟ مش هبعته للريتر، اقول له ايه؟ هعدلها له واقول له ترو، تمام. بعد كده اقول له فورورد 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 واقفل كذا. بص لو انا جيت قلت له ديليت كارلوس امسح، هيقول لك لا انت برضه معكش صلاحيه. هو مسك الريكوست وانا عدلت فيه وكل حاجه، فتح لي صفحه الادمن بانر، ولكن برضه رجعت الكوكي بتاعتها، هتلاقيها رجعت تلقائي فولس. طيب في الحاله دي انا ممكن اعمل ايه؟ انا عندي اكستنشن هنا، طبعا انت ممكن تجيبها عن طريق الانسبكت والكلام ده، ولكن انا بحب اختصر على نفسي. عندي اكستنشن اسمه كوكي اديتور، تمام. انا دلوقتي عندي الادمن، او قال لك الادمن فولس، هقول له بعد اذنك عدلها خليها ايه؟ ترو، واعمل علامه السيف دي ودوس عليها. لو انا قلت له يعني اعمل ريلود ودوست له كارلوس واعمل ديليت، هتلاقي اللاب بتاعي اتمسح، تمام. اللي هو الاكونت اللي اسمه كارلوس ده اتمسح. يعني كل فكرته ان اللاب ده ان هو بيمسح بس ايه؟ ان انت كان في ان انت تقول له سلاش ادمن، قال لك ممنوع مالكش صلاحيه، فبالتالي قمت انت ايه؟ ماسك الريكوست، عرفت ان هو بياخد الكوكي بتاعه بيقول لك فولس، فقمت انت معدلها خليتها ترو، وبالتالي راح محولك على صفحه الادمن. اخر لاب معانا هو نفس الفكره برضو، بس بيقول لك يوزر رول كان موديفاي مش عارف ايه ان يوزر بروفايل سلاش ادمن. بيقول لك ان انت في حاجه اسمها رول اي دي، لو هي رقمها 2 تقدر توصل لصفحه الادمن، لكن لو رقمها غير 2 مش هتعرف توصل لصفحه الادمن. تعال نبص ونشوف.
طبعا هو مديني هنا كريدنشال، يوزر نيم اسمه وينر والباسورد اسمه بيتر. طيب تمام، تعال نبص هنا. وقبل ما نعمل اي حاجه عايزين نمسح الريكوستات دي كلها، هيستوري، وتعالى نعمل لوجن ان. طيب لو انا قلت له مثلا شيل ده كده، انا عايز اعرف هو هيعمل معايا ايه. هقول له ادمن انا كالعاده. طيب هو كالعاده مش راضي ان هو بيقول لي مالكش صلاحيه، ان اوثرايز. طيب تعال نبص على الريكوست كده، يعني تعال نبص على الاي دي او تعال نبص على الادمن. طيب هنا كوكي السيشن بس، آه مش هتفيدنا دلوقتي. بيقول لك 401 ان اوثرايز، مفيش اي حاجه. فين الرول اي دي بقى اللي بيتكلم عليه؟ طب تعال نبص على ماي اكونت ده ماي اكونت اي دي وينر. طيب لو انا قلت له مثلا وينر ده خليتها ادمن، يدخلني ده طلعني. طيب في الحاله دي انا عندي انبوت هنا اسمه ايميل. طب لو انا قلت له مثلا ايميل، تمام، واي ايميل بقى، يعني انا قلت له joker@gmail.com، قلت له ابديت ايميل، انا عايز اشوف الريكوست بتاعه بيبقى عامل ازاي، او بيبقى فيه ايه، او ماي اكونت تشينج ايميل. طبعا الرول اي دي هنا اهو، بس الرول اي دي هنا في الريسبونس ازاي اعدل فيه اصلا؟ ممكن بقى اقول لك نعمل ايه. احنا دلوقتي هناخد الريكوست ده للريبيتر عادي ونبعت كده. قال لك الرول اي دي بتاعه واحد. طب انا ازاي ممكن هنا في الريسبونس هنا ما ينفعش اعدل، يعني انا ما بكتبش، ما ينفعش اعدل هنا. ولكن انا ممكن اخد ده كده كوبي، وده جيسون، وادام ده جيسون يبقى انا اقدر ازود هنا حاجه. فانا اقول له فاصله، وبعد كده انزل سطر، ايه ده، فاصله، وازود سطر. جميل. وبعد كده اقول له ايه، سن. هنا بقى ما اتغيرش ولا اي حاجه، يعني هو الطلب 302 فاوند، ما فيش مشكله. طب لو انا عدلتها مثلا وخليتها 2 زي ما هو عايز، قال لي ده الطلب فعلا اتغير وبقى 2. طيب تعال نبص كده. طب تعال نبص هنا كده، تعال نجيب ده. بص انا قلت له سن، قال لي 302 فاوند، يعني معنى كده ان في طلب اشتغل، ما قاليش مثلا 404 ولا نوت فاوند ولا اي حاجه. طب لو قلت له فولو ريدايركشن وقلت له هنا اعمل ريفرش كده، بص ركز هنا، هوم ماي اكونت لوج اوت، هتلاقي ادمن بانر اتفتح. لان هو عايز الرول، بيقول لك ايه، انت من غير الادمن دي، يعني لو انت مش معاك الرول اي دي اللي هو 2 مش هتعرف توصل للادمن، او مش هتعرف توصل للادمن بانر. طيب هما قايل له كده ادمن بانر، دوس عليها ديليت كارلوس. انا بقول لكم كارلوس ده مضايقني والله في الشركه. طيب بص اقول لها بتحل. يبقى انا من خلال، تعالى كده اشرح لك اللاب ده سريعا. يبقى انا من خلال الريبيتر، ارجع كده، من خلال الريكوستات والتشينج ايميل اللي انا عملته، عرفت ان في حاجه اسمها رول اي دي بس موجوده في الريسبونس. طيب اقدر اعدل عليها ازاي، او ان اقدر اعمل فيها، يعني اقدر العب فيها ازاي؟ اخدها كوبي، وادام هنا جيسون وهنا جيسون اقدر اعمل حاجه زي نظام ايه، ريسبونس مانيبيوليشن. بس بدل ما انا اعدل في الريسبونس، لا ده انا هزود في الريكوست عندي، هشوف هيقبل مني ولا لا. طيب المفروض ان انا لما اديته فاصله قلت له خد ده كده وعدله وقول له واحد، وقلت له سن، يرد عليا يقول لي واحد. طب لو انا مثلا قلت له 100، بص قال لك invalid rule ID for winner، ما باد ريكوست مش شغال. فاهم قصدي؟ انت فاهم عايز اقول لك ايه؟ الموضوع هنا مبني على حته ان انت بتقعد تفكر بقى. دي عامله زي فكره كده، يعني فكره هي مش زيها بالظبط، بس هي عامله زي فكره الايدو فقط لا غير. تمام. طيب ده كده فكره الاكسس كنترول، وان شاء الله في ثوره جديده هشرحها قريب. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وفولو للفيديو، تمام، او لايك واشتراك في القناه عموما، دي حاجه. ولو انت عايز تستفسر عن اي حاجه تقدر تكلمني على الفيسبوك، هسيب لك اللينك في الديسكربشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.